وقالوا صح عندكم الحق. طبعا صار اللي صار، فتكلمت وقلت الجزائر يقوم جزائري يا ولدي شبع بنان واناناس. وش يقول لي؟ قال لي وخلي الجزائر، شوف خلي الجزائر تقسم على مليون صومال، واش رحنا فيها؟ نط. قلت له يا هذا انا مانيش حركي، بابا ماهوش حركي، انا مانيش قومي وبابا ماهوش قومي. الجزائر هذه كانت موحدة وتبقى موحدة الى يوم الدين. تعجب الاخوه المشارقه كانوا حاضرين معنا، قالوا كيف الجزائر تصومها؟ قلت لهم هذا هو التفكير تاع الجزائريين، ياكل الغله ويسب المله. الجزائر الان مسقوا يا ناس. مسقوا الجزائر نتاعنا يا ناس، نقتلوا بعضنا بعض، نذبحوا بعضنا بعض. وين هو الحوار؟ وين هي الاخوه؟ وين هي وتواصوا بالحق؟ وين هي وتواصوا بالصبر؟ وين هي وتعاونوا على البر والتقوى؟ وين هي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان؟ وين هي الاباء والاجداد؟ وين هو ابن بديت والعبد بسي؟ وين هو العميروش؟ وين هو مصطفى بولعيد؟ وين هو زبانه؟ وين هم يا ناس؟ وين رامد الرجال؟ وين؟ لما روحنا الان هكذا يا اخواننا نلعبوا بالجزائر بتاعنا. يا اخواننا الجزائر في حاجة الينا جميعا، ولما نقول الجزائر في حاجة الينا راهو يعلم الله تعالى ماهيش مزايدة، ووالله الذي لا اله غيره لست متاجرا، ما نتاجروش. اللي حاب يروح يتاجر بلا دروغ يدبر راسه ليه بعدني. ما تاجرش بالجزائر، تاجر بحث براسك، انت حر تاجر بما شئت، لكن ما تاجرش بالجزائر يا اخي. عندك حانوتك، عندك خزانتك تبيعها بيعها براسك، لكن ما تاجرش بهذا الجزائر. الجزائر راهي مضمخه بدماء الشهداء. الجزائر هي البلد ربما الوحيد في شمال افريقيا التي احتضنت 300 صحابي استشهدوا في